سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. نقدم لكم نشرة أخبار العالم. معنا عاصفة بعد الحرائق، كاليفورنيا تواجه الطبيعة. غضب الطبيعة مجددا بعواصف فيضانات هي الأعنف هذا العام. مصرع عنصرين شديدين الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن وضبط 4 آخرين في مصر. وفاة شقيق المنتج أحمد السبكي. ومقتل 9 أشخاص إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في سيارة تحمل عمال تعدين في باكستان. ومصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حريق موقع بناء في كوريا الجنوبية. وتحطم طائرة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان. ومعنا طعن رجل حاول حرق القرآن الكريم على يد أحد المرة. انتحار شاب من فوق جسر في ظروف غامضة. وحادث تصادم ضخم بين 100 سيارة في أوريغون نتيجة الطقس السيء. وهجوم فيلين على معبد يؤدي بحياة 3 أشخاص ويصيب العشرات. وهبوط اضطراري لطائرة وزير الخارجية المتجهة إلى الشرق الأوسط. وإيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة. معنا الأخبار السعودية. متحدث الأرصاد 15 يوم تفصلنا عن نهاية الشتاء إرصاديا. والهلال الأحمر ينقذ معتمر باكستاني بعد توقف كلبه في صحن الطواف. والحسيني خط سحابي مبرق من القصيم لشمال عفيف متوقع أن يتوسع. والثلوج تكسو بردية مفرق صخبرة في المدينة المنورة. وتقلبات جوية متوقعة خلال أسبوع الاختبارات. و18 مليون مستخدم لقطار الطيار الرياض منذ افتتاحه. إنقاذ حياة مواطنة من أزمة قلبية حادة بواسطة تقنية بنجران. وسائح أمريكي: وصلت إلى الرياض فشعرت وكأنني سافرت 10 أعوام إلى المستقبل. متظاهرون يشعلون النار بسيارة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريري. وترامب لصحفي هندي: لا أستطيع أن أفهم كلمة واحدة مما تقوله. وهبوط اضطراري لطائرة وزير الخارجية الأمريكي. والكويت تسقط جنسية عضو في تنظيم. وترامب يتفق مع الهند على إنشاء طريق تجاري تاريخي. ووقف تجميد ترامب للمساعدات الأمريكية الخارجية. وعطل يجبر طائرة وزير الخارجية على الهبوط اضطراريا. وهجوم فيلين على معبد يؤدي بحياة 3 أشخاص. الإصابة ب14 مخالف لأنظمة نظام الأمن لتهريبهم 360 كيلوغرام من القات. وترقية 1547 فرد في مكافحة المخدرات. وحوت ينقض على قارب بأكمله ويبتلع شاب. واقعة غريبة: العثور على بقايا جثة امرأة في سريرها بعد 3 سنوات. سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. نقدم لكم نشرة أخبار العالم. معنا عاصفة بعد الحرائق، كاليفورنيا تواجه الطبيعة. غضب الطبيعة مجددا بعواصف فيضانات هي الأعنف هذا العام. مصرع عنصرين شديدين الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن وضبط 4 آخرين
في مصر. وفاة شقيق المنتج أحمد السبكي. ومقتل 9 أشخاص إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في سيارة تحمل عمال تعدين في باكستان. ومسرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حريق موقع بناء في كوريا الجنوبية. وتحطم طائرة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان. ومعنا طعن رجل حاول حرق القرآن الكريم على يد أحد المرة. انتحار شاب من فوق جسر في ظروف غامضة. وحادث تصادم ضخم بين 100 سيارة في أوريغون نتيجة الطقس السيء. وهجوم فيلين على معبد يؤدي بحياة 3 أشخاص ويصيب العشرات. وهبوط اضطراري لطائرة وزير الخارجية المتجهة إلى الشرق الأوسط. وإيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة. معنا الأخبار السعودية. متحدث الأرصاد 15 يوم تفصلنا عن نهاية الشتاء إرصاديا. والهلال الأحمر ينقذ معتمر باكستاني بعد توقف كلبه في صحن الطواف. والحسيني خط سحابي مبرق من القصيم لشمال عفيف متوقع أن يتوسع. والثلوج تكسو بردية مفرق صخبرة في المدينة المنورة. وتقلبات جوية متوقعة خلال أسبوع الاختبارات. و18 مليون مستخدم لقطار الطيار الرياض منذ افتتاحه. إنقاذ حياة مواطنة من أزمة قلبية حادة بواسطة تقنية بنجران. وسائح أمريكي: وصلت إلى الرياض فشعرت وكأنني سافرت 10 أعوام إلى المستقبل. متظاهرون يشعلون النار بسيارة للأمم المتحدة على طريق مطار رفيق الحريري. وترامب لصحفي هندي: لا أستطيع أن أفهم كلمة واحدة مما تقوله. وهبوط اضطراري للطائرة وزير الخارجية الأمريكي. والكويت تسقط جنسية عضو في تنظيم. وترامب يتفق مع الهند على إنشاء طريق تجاري تاريخي. ووقف تجميد ترامب للمساعدات الأمريكية الخارجية. وعطل يجبر طائرة وزير الخارجية على الهبوط اضطراريا. وهجوم فيلين على معبد يؤدي بحياة 3 أشخاص. الإصابة ب14 مخالف لأنظمة نظام